بتحب الجانك فود، مش قادر تستغنى عنه وبقى ادمان بالنسبه لك الاكلات السريعه والمعجنات، وكل ما تيجي تعمل دايت تقف في نص الطريق عشان دايما حبك وسعادتك مرتبط بالاكل ده واصبح ادمان، ودايما بتلوم نفسك ان انت السبب في ان انت بتاكل الاكل ده وما عندكش اراده. رفقا بنفسك ما تلومهاش، انت مش السبب ان انت بتاكل الاكل ده، السبب فيه انت فعلا ان انت بس غذيت الميكروبيوم بتاعك الاكل ده. يعني ايه؟ يعني انت بمنتهى البساطه الحاجه الغلط الوحيده اللي انت عملتها ان انت اكلت الاكل ده لفترات طويله فغذيت لي البكتيريا الضاره. ما تيجي نفهم بقى القصه من البدايه عشان انت اللي تسيطر. هفهمك القصه من البدايه. عندك في جهازك الهضمي نوعين من البكتيريا، اولا في بلايين من البكتيريا عايشين معانا، في منها النافع وفي منها الضار، في بكتيريا حميده وفي بكتيريا شريره. على حسب ما انت بتغذي البكتيريا على حسب ما هي بترعرع. فانت كل اللي انت عملته ان انت قعدت فترات عمال بتاكل الاكل الان هيلثي، فايه اللي بيحصل؟ عمال بتغذي البكتيريا دي، ودي يعني غلبانه قاعده كده وبتقل لان مفيش غذاء بيخش لها، فانت عمال بتغذي دي لحد ما كبرت وبقت قعدتها كتير وبقت مسيطره عليك، وهي اللي تقول لك انا عايز اكل ده وبحب ده وسعادتك مرتبطه بده. طب تيجي نعكس؟ والله تعالى واحده واحده، قلل من الاكل ده وطلع الاكل ده، قلل من الاكل ده وطلع الاكل ده. فبالتالي هتوصل تعمل ايه؟ هتخلي الاكل الهيلثي يزود عدد البكتيريا النافعه، فيقوم يحصل ايه؟ تبدا هي اللي تسيطر عليك، وحبك وسعادتك يبقى مرتبط بالمشويات، مرتبط بالحاجات الهيلثي، وتنسى خالص الحاجات دي. وفجاه كده بدون مقدمات تلاقي نفسك ما عدتش بتحب الاكل اللي انت كنت مدمنه. هو ايه اللي حصل؟ ايه الفكره؟ ان انت عملت عاده كويسه، بالعاده دي نمت لي البكتيريا النافعه، فبقت هي اللي مسيطره عليك وهي اللي بتطلب الاكل ده. وصلت؟ اعمل بس الموضوع ده بمنتهى البساطه وهتتخلص من ادمان كل الحاجات الانهيلثي اللي في حياتك.